اوعي تكوني لسه ما جربتيش اللحمة الضاني بالطريقة دي. هيكون فايتك كتير قوي. هنعمل مع بعض الموزة الضاني وما تشيليش هم خالص الطعم بتاعها. بعد كده لو مشيتي فعلا على الطريقة دي مش هتلاقي طعم ضاني خالص، مش هتحسي بيه. اللحمة دايبة دايبة ومستوية مظبوط. وهعمل جنبها كمان صينية البطاطس اللي في الفرن. بصوا اللحمة دايبة ازاي، مستوية مظبوط قوي. وهعمل جنبهم كمان الرز البسمتي المبهر، حلو قوي بالقرفة والتوابل بتاعته. أكلة تحفة وتشرف في العزومات، حاجة كده تفتح النفس. خليكم معايا علشان نشوف الطريقة بتاعتي من غير أي افتكاسات، وحاجات كلها إن شاء الله موجودة عندنا في المطبخ. بس قبل ما نبتدي الفيديو، أنا منار الكيال، ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هعملها معاكم هي الموزة الضاني. هي دي الكمية اللي عندي. معايا هنا التوابل: ملح وفلفل حبهان وورق لورا وقرفة ومرقة لحمة، وعندي دبس رمان، وعندي زبدة، كمية زبدة حلوة، وعندي فصين توم لان انا الكمية بتاعتي مش كتيرة. طبعا لو الكمية بتاعتك اكبر بتزودي التوابل وبتزودي الخضار والثوم والزبدة وكده. والخضار بتاعي هيبقى جزر وبصل وطماطم وكرفس، بيديها طعم حلو قوي قوي. اول حاجة هعملها ان انا بس هنشف اللحمة بتاعتي. هكسر بس المرقة وهقلب التوابل كلها مع بعض، وهبتدي ان انا احط التوابل على اللحمة كلها من كل حتة فيها. انا النهاردة هعمل الموزة بتاعتي في حالة الضغط، مش هعملها في الفرن. حالة الضغط لو استعملتيها مظبوط طلع معاكي نتائج مظبوطة جدا. نخلي بالنا من المعيار اللي جوه الحلة وما نزودش على كده نهائي. ونخلي بالنا برضو قبل ما نفتح الحلة ان احنا صمام الامام بتاعها يتفتح شوية، ولما تهدى خالص نبتدي نفتحها. المهم انا خلصت خلاص التوابل في اللحمة. مسخنة هنا حلة الضغط بتاعتي، نزلت بالزبدة وحبة زيت، اي مادة دهنية انت حباها تشتغلي بيها. هنزل باللحمة تاخد بس صدمة ولون ذهبي، ده اللي انا محتاجاه. بيفرق جامد قوي الشكل ده، ما بيخليهاش زي المسلوقة كده، لان معظمنا ما بيحبش المسلوق او الشكل بتاع المسلوق. نزلت بكمية اللحمة بتاعتي في الزبدة، واحاول ان انا اغطي اللحمة كلها بالزبدة. تمام كده، تمام. هبتدي ان انا اجيب الخضار بتاعي واقطعه كله اي شكل، مش لازم تلتزمي بشكل معين. اجيب البصل واقطعه، واجيب الجزر واقطعه، واجيب الطماطم والكرفس والثوم طبعا. قلنا برضو لو انتي الكمية بتاعتك ازيد بتزودي التوابل وبتزودي برضو الخضار. خلاص هنا انا قطعت الخضار كله. هاجي على حلة الضغط تاني، اول ما تاخد اللون الحلو قوي ده اللحمة هقوم شايلاها وحطها في طبق على جنب. اهو اللون حلو قوي مظبوط، ده اللي انا عايزاه. وهنزل بالخضار واقلبه والكرفس. الريحة بتاعت الكرفس مع الخضار مع الزبدة والله رهيبة. وبقية التوابل بتاعتي هنزلها، ودبس الرمان هنا هنزله، وهديها برضو تقليبة مع اللحمة اهو.
كمية اللحمة كلها، بقلب بيها وهكون مسخنة مية وهنزل عليها وهقفلها لغاية المعيار بتاعها. خش بقى على صينية البطاطس وجمالها في الفرن فعلا حلوة قوي. قطعت البطاطس بتاعتي مكعبات. هنا انا ضربة بس بصلاية صغيرة وفلفلاية وحبة توم، وهنزل بالتوابل ملح وفلفل وكمون وحبهان وورق لورا. هنا البطاطس هعملها من غير ولا اي مادة دهنية وعلى ضمانتي. هجيب الطاجن بتاعي او الصينية اللي انت هتدخليها الفرن، وهنزل بالكمية دي. انا مش مكترة البصل ولا حاجة، لان الطماطم اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، لو فايتك الفيديو ده هيكون فايتك كتير قوي، ارجعي له. نزلت بالطماطم اللي احنا محضرينها ومعاها معلقة صلصة جاهزة، وهقلب كله على بعضه. وحبة الثوم والبصل اللي كانوا في الكبة هنا هنزل عليهم بحبة مية سخنة حلوين يعني، وهقلب واغطيها الاول بورق زبدة وبعد كده بالورق الألمونيوم، وعلى الفرن سخنة على طول 180. هي ما بتاخدش نص ساعة. خش بقى على الرز المبهر التحفة. عندي رز بسمتي مغسول، ومعايا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وحبهان وقرنفل. انا اسفة ان انا ما كنتش حطاه هنا، بس زودته في الاكلة. وعودين قرفة، زبدة او زيت او سمنة براحتك، وقلبي التوابل دي مع بعض وانزلي بالمية السخنة. اقوم نازلة بالرز ومقلبة ومغطية. في الوقت ده كله في الفرن وكله على النار، اكلي بيستوي. اغسل انا بقى المواعين. بعد ما خلصت المواعين، الرز معايا خلص تحفة. وايه دي حلة الضغط اللي فيها اللحمة. زي ما قلت لكم هفتح الصمام اول ما يهدى خالص، ابتدي ان انا افتح الغطا بتاعها. بتغلي، المية قلت خالص، اللحمة زي ما انتم شايفين دايبة دايبة. هبتدي بس ان انا انزلها هنا في البريم، هديها بس وش في الفرن زيادة مش اكتر. بيتقل معايا الصوص اكتر وبيديها شكل حلو قوي، اللون بتاعها بيبقى حلو. اهي وعلى الفرن على طول. وادي اهو جازت معايا صينية البطاطس اللي من غير نقطة زيت. شكلها حلو قوي. وادي اللحمة بتاعتي خرجتها بس من الفرن اهي. الصوص بتاعها تقل من غير دقيق من غير اي حاجة، علشان استوت مظبوط وكل حاجة اتشربت تعتبر. اللحمة دايبة. لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى الاشتراك في القناة ولايك وشير، دعمكم بيفرحني جدا.